الانسان يبقى حاسس بالفشل والاخفاق، وحاسس انه اخفاقه كبيره قاعده في الاوضه، يقوم يجيب كتاب من كتب تنميه الذات علشان يطور شخصيته. جامد، اصل ان تصل متاخرا خيرا من انك ما تجيش خالص. تفتح الكتاب ويبدا الكاتب يطمنك ويحسسك ان كل الناس بتفشل عادي، وان فشلك ده هو البنزين اللي هيخليك تنطلق للعالميه الثلاث الجاي بالكتير شويه، وتبدا الخطوات العمليه لتكون انسان برودكتيف. اديني في التطور. اولا انت محتاج تقسم يومك 4/4. الربع الاول لجسمك. طب انا اجري فين في الصحراء اللي انا عايشه فيها دي؟ وبعدين انا لو جريت 7 صباحا هتخطف، ده على اعتبار ان هو وافق اصلا. عادي مش مهم. خلينا نشوف الربع اللي بعده بيقول ايه. طمئن الطفل بداخلك. هو انا عارفه اطمن الاوز الكبير لما اطمن الصغير؟ يا جماعه هو انتم صعبينها عليا ليه؟ انا الطفل اللي جوايا عايز يروح باي طول الوقت، ما نجيش هنا تاني. بصوا انا عشان في الربع الثالث ده كبير انفتح على العالم. يا حضره البشكاتب انا نص مشاكلي بسبب العلاقات، فانت جاي تقول لي بكل سهوله وسذاجه اختاري الناس صح؟